اسمعي، نعم يا بسام. هو انا اسحب فلوس ازاي من على موقع العمل الحر؟ بسام، هو انت اصلا معاك فلوس عشان تسحبها؟ يعني لما يكون معايا يعني. طب لما يبقى معاك بقى فلوس من المواقع ديت يبقى تعالى قول لي اقول لك تسحبها ازاي. تمام. ما تقول له دلوقتي بقى، ما تبقاش متكبر. طب يا بسام، هو انت بتشتغل على انهي موقع عمل حر؟ بص، انا ناوي اشتغل على موقع ابورك خمسات، ويمكن اشوف فريلانسر دوت كوم يعني. ناوي لما تنوى بقى وربنا يكرمك عليه ويبقى معاك فلوس تسحبها بعديها يبقى قول لي عشان اقول لك تسحبها ازاي. انت مصمم؟ ما تقول له دلوقتي، ما تبقاش متكبر. طب انت معاك ايه يا بسام؟ يعني انت معاك بيبال ولا بايونير؟ اكيد طبعا معاك حساب البنكي بتاعك ولا هتعمل افتراضي؟ ايوه، هو بيبال ده، انا هعمل بيبال، ممكن اشوف اي حساب بنكي. وايه حكايه الافتراضي ده؟ هتعمل لسه؟ طب يا بسام لا. خلاص يا عمر، انا هشرح دلوقتي بكل حاجه، بما اني اصلا مش عارف هشرح لبسام ايه ولا ايه، فانا هشرح له كل حاجه بالتفصيل وامري. لو دخلت على القناه عندنا، بما اننا بنحاول نساعد اصدقائنا في مجال الفريلانس، فهتلاقي اكتر سؤال اتسال لنا هو نسحب فلوسنا ازاي، حتى وهو مفيش فلوس تتسحب اصلا، بس احنا عاوزين نعرف الاجابه والا مش هنشتغل اسبوع. فعشان ما اكونش برخم على الاصدقاء، فقررت ان الفيديو ده هيبقى باذن الله فيه اجابه تفصيليه لده بكل الطرق الموجوده تقريبا حاليا، وفي شرح منها باستفاضه كمان. وهنتكلم بعد كده على موقع بالتفصيل، وايه الطرق المتاحه في الموقع دوت نفسه، وبياخدوا مصاريف كام، وشروط ايه عشان تسحب. الاول بس خليني اقول لك سريعا كده ليه الناس تبقى شايفه ده صعب من ناحيه سحب فلوسها على مواقع العمل الحر زي خمسات، مستقل، فريلانسر، اب وورك وهكذا. لانه الموقع ده بيحتجز الفلوس من العميل لحد ما هم يسلموا شغلهم، وبعد كده الفلوس بتبقى على الموقع مستنيه ان هم يسحبوها من خلاله. وبما انها شركات عالميه، ففي معظم الاوقات بيبقى خيار انك تربط الموقع ده بحسابك البنكي مش اسهل حاجه، فبنحتاج احيانا حاجات بسيطه كده في النص عشان تسهل العمليه ديت عليك. فخلينا الاول نتكلم على الاساسيات دي وايه اللي هنبقى محتاجينه في الاول معانا. الاول لازم يكون معاك حسابك البنكي في دولتك وتكون فاتحه وشغال، لان ده هنخليه المصدر النهائي لاستلام فلوسنا عليه. وبما اني في مصر فهناخد مصر كمثال، فحاليا انت حد سنك القانوني يسمح لك تفتح حساب بنكي، روح اعمل ده. ولو تقدر تعمل حساب دولاري كمان مع حساب بتاعك بالعمله المحليه فاعمل ده عشان هيسهل عليك كتير. ولو تقدر مع الحساب الدولاري تطلع فيزا دولاريه فاعمل ده كمان عشان هيسهل عليك اكتر واكتر. ثم بما انك بقى شغال فريلانسر فروح افتح بطاقه ضريبيه وروح لمحاسب قانوني يخلص لك الليله دي، لانك في الغالب هتبقى مش فاهم انت. في حد اعفاء ضريبي هتلاقي الفريلانسرز المتوسطين والمبتدئين مغطي اصلا معظم مكسبهم، فشبه مش بيدفعوا ضرايب الا حاجات بسيطه. ربنا كرمك وبتكسب اكتر هتدخل في شرايح دفع اسال عليها محاسب هيشرحها لك، وده عشان ما تتعرضش لمشاكل بعدين لا قدر الله. فانا بكل بساطه هروح البنك هفتح حساب عندهم واقول لهم انا عاوز اعمل حساب دولاري. غالبا هيقولوا لي من الابلكيشن بتاعنا يا فندم تقدر تفتح حساب دولاري، وتطلب من خلال الابلكيشن كمان انك تستلم الفيزا الدولاريه. هيبقى في رسوم بسيطه، غالبا هيطلبوا مني اني اعمل ايداع بحوالي 20 دولار، هاخدهم تاني بعد ما افتح الحساب. ومن فضلك حاجه مهمه جدا، اسم حسابك البنكي هيبقى بنفس اسم حسابك على مواقع العمل الحر عشان ما يترفضش السحب يقول لك لا ده مش انت. يعني ما ينفعش تربط حساب والدك او اخوك حتى لو حسابك بس الاسم متغير، فممكن يرخموا عليك ويقولوا لك لا 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 فين اسم العيله بتاعك. يعني انا حسابي لو عامله باسم احمد عبد الغفار، ده اسم الوالد يعني ربنا يطول في عمره، وفي حسابي على اب وورك مسميني احمد السباعي، فاب وورك هتقول لي مين عبد الغفار دوت يا باشا، احنا ما نعرفوش، وفين سباعي ده انت مش حاطوه معانا ليه، وهترفض لي التحويل بسبب المعلومه دي مع ان الاثنين واحد وهم انا. فخلي الحسابين بنفس الاسم ربنا يبارك لك عشان ما ترخمش عليك بعدين. فكده احنا معانا الاساسيات، معانا بطاقه ضريبيه، معانا حساب مصري، معانا حساب دولاري، معانا فيزا دولاريه. هسال البنك بعديها سؤال واحد لذيذ، هل الفيزا بتاعتكم دي بتشتغل على بيبال مثلا؟ عشان مش كل البنوك للاسف بتتقبل فيزتها عليها. طيب ايه بقى الخطوه الثانيه يا سباعي؟ هروح اشتغل على الموقع، طبعا ربنا الحمد لله هيكرمني باذن الله بعميل عليه، هنسلم شغلنا للعميل وهناخد فلوسنا. ولو مش عارف تلاقي عميل فنتمنى ان احنا نكون بناخد بالاسباب في القناه دي بعشرات الفيديوهات اللي منزلها لك، وهتلاقيها باذن الله بتساعدك في رحلتك دي. لو مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي واعمل لايك الجميل عشان نوصل اصدقاء اكتر، وعشان باذن الله تنطلق في رحله الفريلانس. خلاص الحمد لله انت اشتغلت، الفلوس موجوده يا سباعي على مواقع العمل الحر. هسحبها ازاي؟ معظم المواقع بتتيح سحب على حسابك البنكي المحلي بعملتك المحليه مباشر، يعني مش محتاج غير حسابك البنكي وبس. كل حساب بيبقى ليه الايبان بتاعه وسويفت كودز وحاجات بسيطه هتجيبها من حسابك الشخصي وهتربطها على الموقع اللي بتشتغل عليه وهيتحول لك الفلوس دايركت عليه. فلو مثلا اخدنا خمسات ومستقل كمثال هنلاقي ان الطريقه دي شغاله بالفعل، بس شرطين يبقى اقل حاجه تسحبها 250 دولار مش اقل من كده، وما بياخدوش هم عموله
معموله على السحب، بس ممكن البنك تبعك اللي ياخد رسوم تحويل وبعدها بيحولها لعملتك ما يعادلها بالدولار تبعه. بس خد بالك من هنا حاجه مهمه، ان في الغالب البنك تبعك هيسحب منك رسوم تحويل واستقبال، ودي لازم تتاكد منها بنفسك من البنك هتبقى كام، لانها بتختلف من بنك للتاني. وهتلاقي ان مستقل وخمسات بيقول لك ان الخدمه دي متاحه فقط للسعوديه، مصر، المغرب، الكويت، الامارات، البحرين، الاردن، قطر، الجزائر، تونس. ده فقط من البلاد العربيه. كمان لازم تعرف ان الفلوس لما بتجيلك على خمسات ومستقل، فهي بعد ما العميل بيقبل الشغل بتاعك بتفضل موجوده 14 يوم على الموقع قبل ما تسمع عندك وتقدر تسحبها، والمده دي عشان الامان ليك وللعميل لو كانت مثلا حصل لا قدر الله حاجه في الفتره دي، او لو كان في فلوس فيها مشكله او اي حاجه. بس ما تقلقش، كله بيبقى ان شاء الله زي الفل وبتتحول لك فلوسك في الاخر. طيب نفس الخدمه دي انك تحول لحسابك البنكي على طول شغاله كمان في موقع زي ابورك، بياخدوا منك فقط دولار واحد للتحويله. بس اللي مش لطيف ان هم اللي بيحسبوا تقريبا العمله تعادل كام، وفي الغالب سعر الدولار بيبقى اقل من سعر البنك المركزي المصري عندنا بحوالي 2 جنيه مصري. يعني لو حولت 100 دولار والدولار مثلا كان في البنك المركزي 50 جنيه، فبدل ما يوصل لك 5000 جنيه هيوصل لك 4800 جنيه. ده طبعا بعد النسبه اللي لسه هياخدوها اللي هي ال1%. وغالبا ودي نقطه مهمه ابورك مش قايلاها، بس البنك بتاعك اللي هتستلم عليه فلوسك في الاخر عندنا في مصر في الغالب هياخد منك رسوم استقبال التحويل ده، فممكن تتاكد من بنكك هتبقى كام، لانها بتختلف من واحد للتاني، بس ممكن توصل 10 15 دولار في التحويله الواحده عشان تبقى عارف ده. ونفس النظام اللي بيحصل على ابورك بيحصل تقريبا على موقع freelancer.com بالظبط. وعشان كده الطريقه دي مش دايما بتكون احسن او اسهل طريقه لينا. فانت هتلاقي مثلا المستقل وخمسات حاطط اقل حاجه تبقى 250 دولار، فمش شرط الاشباب كلهم يوصلوا ل 250 دولار، في ناس بتطلع عين عشان توصل لها، فمش احسن حاجه انك تستخدمها على طول. فعشان كده هيدخل معانا البنوك الوسيطه اللي في النص. هي بنوك بتستقبل منك الفلوس اللي على المواقع دي، ومنها تقدر تسحبها على بنكك المحلي بسهوله اكبر جدا، والعمليه دي تبقى في الغالب اسهل. واشهرهم على الاطلاق هو باي اللي اكيد انت سمعت عنه بشكل ما. طيب للي مش عارف ايه هو باي ده، خليني اقول لك هو سريعا ايه وفكره البنوك الشبيهه ليه تبقى عامله ازاي. خلينا نعتبره يا عم كانه محفظه رقميه لاستقبال وارسال الفلوس، وكمان بتدفع بيها عشان تشتري بيه حاجات اونلاين. المحفظه الرقميه دي مدعومه تقريبا بمعظم مواقع الانترنت وفي معظم البلاد، واللي منها البلاد العربيه، عشان كده هي خيار مثالي جدا لمعظم الناس. فاحنا هنا هنعتبرها كدور وسيط. انت بتشتغل على موقع عمل حر، بتجيب فلوس عليه، بتروح تحول الفلوس دي من على موقع العمل الحر لباي بعد كده من باي تقدر بكل بساطه تسحب الفلوس ديت على حسابك البنكي بتاعك بتاع دولتك انت بالعمله المحليه بتاعه دولتك. فموقع عمل حر، باي، حسابك البنكي في الدوله بتاعتك. وده اللي معظم الفريلانسرز بالفعل بيعملوه، والحكايه دي شغاله على خمسات، مستقل، ابورك، وفريلانسر.com وكل المواقع تقريبا. فانت بتعمل اكونت عليه وبتربط البنك بتاعك عليه. وهنا خليني اكلمك في كام حاجه مهمه عشان تسهل عليك الدنيا. للاسف باي في مصر مش كل البنوك بتشتغل معاه، وكل فتره بيحصل تغيير في البنوك وهكذا. وكان ينفع تربط حسابك البنكي على باي بطريقه مباشره وتستلم الفلوس عليه على طول، بس حاليا مش كل البنوك بتعمل ده. فالافضل انك تعمل حساب دولاري في بنك مصري مثلا وتطلب منهم فيزا دولاريه لحسابك، والفيزا دي هتبقى هي اللي بتربطها على باي وتتاكد من البنك بتاعك ان الفيزا اللي انت هتاخدها منهم الدولاريه شغاله بالفعل على موقع باي. ده غير ان البريد المصري نفسه منزل فيزا شغاله حاليا وقت تصوير الفيديو دوت، بتشتغل على باي حاليا. هي اصلا معموله بشكل كبير، البريد عاملها عشان تشتغل على موقع باي عشان تسهل الناس حكايه الفريلانسنج بتاعتهم. لو انت شغال في مصر مثلا وعايز تسحب فلوسك من باي وقتها تقدر بسهوله تستلم فلوسك. مش هنرشح بنوك معينه عشان البنوك بتتغير مع الوقت، فانت اتصل بخدمه دعم البنك نفسه اللي انت تابع ليه واسالهم دوت هل انتوا شغالين بتربطوا بباي ولا لا. وعشان انا بحبك يا صديقي فاقول لك على حاجه مهمه جدا. الفلوس لما تحولها على باي وبعدها تروح تحولها من باي لحسابك، فباي بياخد منك حوالي 30 سنت اجباري زائد ما يقرب من 3.5 من المبلغ اللي هيتحول. يعني لو رحت حولت 100 دولار، ال 100 دولار دي هتخصم منها 3.5 دولار زائد 30 سنت. ولو بتحول في نص الشهر فباي هتاخد منك 5 دولار زياده على المبلغ دوت. انما لو استنيت لاول يوم في الشهر فباي بتحول فلوسك تلقائي لوحدها على حسابك البنكي المحلي بتاعك ببلاش بدون ال 5 دولار اللي بتسحبهم منك لو في نص الشهر. ومعلومه مهمه جدا عشان انا تاني بحبك، باي لما هتحول فلوسك هي اللي هتحول من الدولار للجنيه المصري، فتاني هتلاقيهم وهم بيحسبوا سعر الجنيه المصري بيخسفوا بسعره الحقيقي وهينقصوه حوالي 3 جنيه ممكن عن سعر البنك المركزي بتاعك.
فالافضل انك تكلم دعم بيبال تقول لهم شكرا ليكم يا شباب، انا مش عاوزكم تحولوا الدولار لعملتي، انا عاوز تحولوا الدولار بالدولار عادي، وانا البنك بتاعي اللي في دولتي هو اللي هيقوم برسوم التحويل دي للعمله المحليه بتاعتي. وقتها فعلا هتوفر مبلغ كويس جدا، لانه وقتها غالبا البنك بتاعك هيحول لك بسعر البنك المركزي بدل الفلوس اللي بتتقص اللي هي حوالي 3 جنيه فرق على الدولار الواحد وبيروحوا لحساب بيبال هم بيحولوها ليهم، فبتروح لبيبال مش بتروح ليك انت. عاش يا ابو السباع، كويس جدا. طيب ايه بقى حكايه بايونير دي يا صاحبي؟ ما تحكي لنا عنه شويه. الحقيقه يا صديقي هي بايونير شبيهه لبيبال بالظبط، بس خليني اكلمك في حاجه اهم من ده كله. انا وقفت تعامل مع بايونير تقريبا، وده لانه طلع تم تاسيسها في 2005 على يد رجل اعمال تبع اللي ما يتسموش اسمه يوفال تال. مش بس كده، طلع كمان بيخدم في الجيش تبعهم تبع وحده مهمه جدا جواه. فحاول ما تستخدمش بايونير ابدا، لان بالفعل في بدائل كتير زي ما احنا بنشرح بالفعل حاليا، وانا وقفت تعاملي معاه خالص. وده هياخدنا لبديل مشهور جدا على المواقع الاجنبيه بدا يظهر الفتره الاخيره، واللي هي تحول على حسابك البنكي الامريكي ومنها تسحب على حسابك. عاش جدا يا سباعي، فكره هايله يا فنان، ملهاش 60 لازمه. حساب بنكي امريكي ايه يا عم؟ انا بقول لك مش عارف اعمل حساب واسحب منه تقول لي حساب بنكي امريكي؟ ما دي بقى الحاجات البديله يا صاحبي. حساب امريكي افتراضي، حاجه زي بيبال كده بالظبط، بس بتديك رقم حسابي بسويفت كود وحاجات تتربط على مواقع العمل الحر زي ابورك، ومنها تسحب على حسابك المصري زي بيبال بالظبط. وده من الحاجات اللي بدات تظهر مؤخرا من فعل وانتشرت، ومنها اليفيت. ده بتفتحه وبيطلب منك بس اثبات ليك ان انت شغال كفريلانسر، ولازم يكون معاك باسبور، وبتفتح الحساب بتاعك، وبعديها بيديك البيانات بتاعتك اللي ممكن تربطها كحساب امريكي على مواقع العمل الحر زي ابورك، ومنها تحول ببلاش من ابورك على اليفيت بدون خصم $1 اللي كان بياخده منك لما بتيجي تحول مثلا على مواقع ثانيه. وبعد كده تحول من اليفيت على حسابك المصري. واليفيت حتى الان هو ارخص حاجه ممكن تحول بيها، لانه بياخد حوالي $2 في التحويله الواحده لحد $200. وبعد كده $100 الزياده بياخد عليها حوالي نص دولار فرق تحويل، بس هو يظل بيحول باعلى سعر لحسابك المصري، يعني بيبقى قريب جدا للبنك المركزي بالفعل، تقدر تحول باحسن سعر ممكن لحسابك البنكي بتاعك في الاخر. الاوبشن ده للاسف مش متاح على خمسات ولا على مستقل، بس هو موجود على اب وورك وعلى freelancer.com. بس خلي بالك ان اليفيت في الوقت اللي بسجل فيه الفيديو لقيتها بعت ايميل ليا بتقول ان في مشاكل عندها وهم مش عارفين مستقبلهم ماشي ازاي، هل هيعرفوا يكملوا ولا لا. فحتى الان احنا مش عارفين مستقبل اليفيت، هو شغال حاليا، هل هيكمل ولا لا محدش فينا عارف. بس انا قلت لك اعرفك المعلومه بتاعت اليفيت لعل وعسى تفضل مكمله شغاله، فساعتها ممكن تستخدمها كويس جدا. ودي بالفعل يا صديقي اشهر واهم الطرق لتحويل فلوسك. بس صدقني حاول ما تشغلش نفسك قوي بده ما دام لسه ما بداتش الشغل على مواقع عمل حر، لان الموضوع ابسط مما انت متخيل وشغال وزي الفل الحمد لله. ولا انت ايه رايك يا بسام؟ انت مالك ببسام دلوقتي؟ ما تخلص الفيديو وما تبقاش متكبر. عمر الفيديو خلص بالفعل، احنا كده خلصناه. طب ما تشتركوا طيب في القناه تحت وما تبقوش انتوا متكبرين. طيب زي ما انا سمعت كلام عمر وعملت لكم الفيديو بالفعل، فانتم ما تنسوش تسمعوا كلامه وتشتركوا في القناه عشان محدش فينا يبقى متكبر. اشوفكم على خير يا اصدقاء، السلام عليكم. بينا 1 2 3 اكشن. طب انت معاك ايه يا بسام؟ يعني انت معاك بيبال ولا بايونير دلوقتي؟ اكيد طبعا معاك الحساب البنكي المصري بتاعك صح؟ ولا هتربط بنك افتراضي؟ ماشي يلا بينا. سباعي بصص لك كده، انا هعمل كده مش لازم ارد، انا تنك، انا متكبر. طب ماشي والله بص انا ناوي اشتغل على ممكن يعني بفكر يعني لسه. سباعي نعم يا بسام. عامل ايه؟ الحمد لله بسلم عليك. الحاجات دي هتبقى جامده قوي في الحلقه. جميل بس تعمل سينمائي ارتستيك. طبعا انتوا فاتكوا حاليا دلوقتي فقره عمر بيشرح هو ليه لابس هودي اسود، يعني ليه دايما بيجي لنا بهودي اسود. انت كان ايه رايك يا بسام في اللي هو قاله لنا؟ مقتنع باللي قاله؟ هو اي كلام يطلع من عمر طاهر هو كلام اكيد يعني. انا مش دافع لهم حاجه. سكتش سينمائي فكاهي انا الفنان مع اخونا بسام حبيب الملايين. بسام بيشتمنا بالهودي بتاعه، ورينا كده يشتمنا بسام ديت. دي معناها يجب ان تعمل سبسكرايب لقناه احمد السباعي والا ستصيبك لعنه حاليا الا ان تشترك في خلال ربع ساعه من مشاهده هذه ارسلها. ايه بقى المعنى دوت يا بسام؟ دي معناها بس خلاص بس معناها اشترك دلوقتي حاليا، مش اكيد يعني مش هنحور على الناس اللي احنا كنت اقول لهم اشتركوا في الكورس بقى. اوبا لا دي معنى احلى. دي معناها اشترك في الكورس بتاع اليوتيوب الدكتور احمد السباعي. لا ده معنى احلى. طب واللي هنا الكورس 100 صح؟ هنا ليفاي اشترك في الكورس بيقول لك الكورس 100 بالظبط. استفاد ايه ليفاي من الكورس؟ ان هو بقى عنده مرش
ان هو بيعرف ينزله في القناه بتاعته تحت يشتروه وحاجات كده. احنا مش شارحين دي اصلا في الكورس. ما هيلاقوها في يعني هو لا، ما استفاد هو الكورس الابديت. بيتطور. ليفاي خد الابديت قبل ما ينزل صح؟ بالظبط. جامد والله ليفاي دوت زي برنس. حصل. الفترة الأخيرة لما عمر بدأ يصورني لا ضافت لشخصيتي. أنا ما كنتش كده خالص. يا لهوي. أنا كنت مثلا اتعاملت مع عمر من حوالي مثلا سنتين 3 تقريبا صح؟ اه فكنت أصغر 3 سنين، أنا كبرت 3 سنين. من كبرت 3 3 سنين كان كنت عندي 3 سنين اقل. ده حقيقي فعلا. فأنا الفترة اللي فاتت من 3 سنين أنا حاليا أكبر 3 سنين. نضجت فيهم حبة حلوين الحمد لله. شكرا يا عمر إن أنت كنت موجود 3 سنين. انا اتعلمت من عمر طاهر ان انا لازم البس هودي اسود عشان في مكان التصوير. كلنا اتعلمنا. ايوه والهودي بس هو عشان هو مش راضي يغير الهودي. ده حقيقي. بس خلاص. اشتركوا في يلا اعملوا فولو لعمر طاهر. طيب ماشي.